السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم سيدي محمد. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم كوكا من اسهل ما يكون. وصفه سهله ناهله توجد لكم بالخف من دون زبده التوريق، ولكن تجي العجينه نتاعكم مورقه كما راكم تشوفوا هنا في الصوره. ما شاء الله عليها. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم ما تنساوش تخليوا لي جيم وتعليق، وكذلك الى كنتي اول مره تشوفي القناه ما تنسايش تشتركي وتفعلي زر الجرس هكا باش يوصلك كل ما هو جديد. نروحوا للوصفه نتاعنا على بركه الله. بسم الله. وهنايا في إناء راح نحطو كاس تاع الحليب يكون دافي، راح نضيفو عليه نص كاس تاع الزيت أو أقل شوية، وراح نضيفو عليها مغرفة صغيرة تاع الملح، ونضيفو كذلك مغرفة صغيرة تاع السكر، وراح نضيفو كذلك مغرفة صغيرة تاع خميرة الحلويات. هنا يا حبيباتي ضيفوا خميرة الحلويات مش خميرة تاع العجين، ونخلطوا المكونات مليح مع بعضياتهم. وهنا نسيت كذلك راح نضيفوا بياض بيضة، والصفار نحتفظوا فيه للأخير باش ندهنوا العجينة ديالنا به من الفوق. ونخلطوا الخليط ديالنا مليح مع بعضياته حتى الخليط يولي متجانس. وراح نجيبوا الفرينة باش نطموا العجينة نتاعنا. هنايا راني نضيف انا غير بالكاس دخلوني 3 كيسان ومغرفه هكاك تاع الفرينه. نتوما ربما يدخلوا لكم 3 كيسان تاع الفرينه او اكثر او اقل، يعني كل وحده على حسب النوعيه تاع الفرينه ديالها. كما تعرفوا كاين الفرينه اللي تشرب وكاين الفرينه اللي ما تشربش. وهنايا راح نلموا كامل هذيك العجينه نتاعنا. هنا ما راح تعجنوها ما حتى حاجه، غير تلموا العجينه ديالكم فقط. ومن بعد حبيبتي نخلوها ترتاح لنا مدة يعني ما يعادل هكا 20 دقيقة ولا ربع ساعة، ما بين نوجدوا الحشو نتاعنا. وهنايا شوفوا لي هي العجينة بعد ما طميتها خلوها يعني أطرية، ما تقصحوهاش بزاف وخلوها ترتاح لكم. وهنايا في مقلاة راح نديرو شوية تاع الزيت، وراح نقطعو حبة تاع البصلة ولا زوج حبات تاع البصلة هكا يكونوا متوسطين، ونخلوهم يتقلاو لنا. غير يبداو يتقلاو لنا شوية راح نضيفو عليهم زوج حبات تاع الطماطم، ونكونوا مقطعينهم هكا شوية شوية. تحبوا تربيوهم لكم الاختيار. ونزيدو نضيفو عليهم مغرفة صغيرة تاع الطماطم المصبرة، ونضيفو شوية فلفل الكحل وشوية ملح. انا التوابل هذا ما درت، تقدروا تضيفوا حتى ورقة تاع الرند راح تعطيها طعم بزاف شباب. واللي تحب تزيد اللحم المرحي او الدجاج المرحي لكم الاختيار. كل وحده ديرها على حساب مقدورها. مي الاصليه راح تجي غير بالبصله والطماطم. هنا نخلوها طيب لنا على نار متوسطه، ونروحوا نزيدو نكملوا العجينه نتاعنا. هنا بعد ما ريحت لنا 20 دقيقه راح نجيو نقسموها كما راكم تشوفوا هنا. راح نقسموها على 4. دائما سطح العمل نتاعكم ديروا فيه شويه تاع الفرينه باش العجينه نتاعكم ما تلصق لكمش. ونقسموها على 4، يعني الكوريات راح يجيو كامل قد قد. وهنايا بعد ما قسمنا العجينة نتاعنا راح نروحو نحلو الكورية الأولى. راح نحلوها بشكل مستطيل. وهنايا دائما ساعدوا الحلة نتاعكم بالفرينة هكا باش ما تبقاش العجينة تلصق لكم في الحلال نتاعكم. غير نحلوها راح نطبقوها ونحطوها على جنب، ونزيدو نحلو العجينة الأخرى. أنا هنا سرعت لكم الفيديو هكا باش ما يجيكمش طويل ويجيكم ممل. هنايا رحت حليت العجينة الثانية كما راكم تشوفوا. كي نحلوها كامل راح نجيبو هنايا اي نوعيه تاع الدهن، يعني مارغرين صول لابيل اي نوعيه دوبوها. هنا انا كنت دوبتها وبدات تجمد لي شويه. كما تعرفوا راه البرد في الساع يجمدوا هاد الحوايج. وهنايا كما راكم تشوفوا دهنتها كامل بالدهن. وراح نجيب العجينة الأولى اللي حليتها ونحطها عليها، وهنايا نقدد لها كامل الأطراف ديالها نردهم كامل قد قد. وهنا يا حبيباتي في هذه المرحلة أنا نسيت، لازم هنا قبل ما نطويوها ندهنوا الدهان عادة ونطويوها. وأنا كنت ديريكتومون طبقتها بلا ما ندهن الدهان، وسبحان الله هكاك وجاتني مورقة ما شاء الله. وبالعكس جات بنينة بالبزاف، يعني ما جاتش كامل تقهم هذيك الطعم تاع الدهان كامل ما جاش فيها. وهنايا قلت لكم نتوما تقدروا تزيدوا تدهنوها بالدهان وتطبقوها بهذه الطريقه، وتخلوها ترتاح لكم مدة ربع ساعة هكاك 15 دقيقة ولا لكم الاختيار، يعني حتى تجيو الشكشوكة نتاعكم تكون بردت، وتجيو تحلوا هذيك العجينة نتاعكم. ها هي الثانية كنت دهنتها بالدهان، والأولى نسيتها.
وهنا حبيباتي خليتهم يرتاحوا. بعد ما ارتاحوا مدة جبت الصنيوة نتاعي اللي كنت دهنتها بالدهان هكا كما راكم تشوفوا. هنا الصنيوة ثاني تكون هنايا راح شوية نرشوا كبيرة. سطح العمل كامل ونحلوا بالفرينة. العجينة نحلوا ديالنا العجينة تاعنا قد الصنيوة ديالنا. هنا العجينة ما تخلوهاش خشينة بزاف، باش تجيكم شابة. رققوها باش تجيكم مورقة وتجيكم شابة ما تقهمش. وكما قلت لكم الصنيوة لازم تكون كبيرة. انا حليتها كامل قد الصينية. وهنا بعد ما حليت كامل هذيك العجينه نتاعي فوق الصنيوه جبت هذيك البصله والطماطيش، زيت دهنت بهم هنايا كامل فوق العجينه. انا هنا كنت درت كميه اكثر ما يعني اكثر من الصنيوه. ومن بعد حبيباتي جبت هنايا الفرماج يعني، وهنا يجيبي اي نوعيه تاع الفرماج. ومن بعد نجيبو هكا فرماج اللي يذوب. انا هنا درت نابولي، ديرته وربيته كامل على هذيك لاصوص. ومن بعد راح نجيبو هذيك العجينة المتبقية ونحلوها هكا مليح ونديروها فوق الصنيوة ديالنا. وهنايا ما تخافوهاش يعني الا جاتكم هكا شويه صغيره على العجينه الاولى غير حطوها في الوسط وبقاو تجبدوا لها الاطراف ديالكم، يعني العجينه راح تساعدكم بالبزاف. وهنا هذاك الصفر اللي بقى لي تاع البيض راح نزيد عليه شويه تاع الحليب وندهن به كامل العجينه ديالي. وكذلك هنايا راح نقطعوها مربعات، يعني هذه كوكا العاديه يعني ما درت فيها حتى بريستيج. راح نقصوها مربعات ونديروا لها كل مربع نديروا فيه حبه تاع الزيتون وندخلوها تطيب لنا على درجه الحراره 200 درجه او 180 درجه، يعني كل وحده تعرف الفرن ديالها. هي ما تطيبش على نار مشهده بزاف وما هيش ضعيفه بزاف. طيبوها من تحت عاود نشعلوا لها من فوق حتى تاخذ هذا اللون الذهبي. وهنايا شوفوا لي كوكا كانت مازالها سخونه، وشوفوا لي العجينه سبحان الله جات مرقه ما شاء الله. نتمنىكم كامل تجربوا هذه الوصفه، راني متاكده باللي راح تعجبكم وتجيكم بنينه بالبزاف. ودوكا ما بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم ما تنساوش تخليو لي جيم، واذا كنتي حبيبتي اول مره تشوفي القناه ما تنسايش تشتركي وتفعلي زر الجرس هكا باش يوصل كل ما هو جديد. نضرب لكم موعد عن قريب ان شاء الله. مع السلامه.